السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده انا جاي لك بيه حاجه شركه وي منزلاها من الحاجات اللي عجبتني جدا. طبعا في البداية أما حضرتك بتيجي تتعاقد على خط أرضي، بيبدأ الفني إنه يجيب لك السلك بتاع حضرتك، وليكن السلك اللي جاي من الشارع. طبعا اول ما بيجيب لك السلك ده بيقول لك يا فندم، انا عشان انا اوصل لك السلك ده محتاج وصله زي اللي موجوده قدام حضرتك دي بياخدها مثلا من ضمن وصلات الراوتر. يعني الراوتر بيجي معاه وصلتين، المفروض وصله للراوتر ووصله للتليفون الارضي، فانت بتستغنى عن وصله من الوصلات دي. بيبدا ان هو يقطعها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، علشان يبدا انه السلكين او الكابل اللي جاي له من الشارع يبدأ ان هو يوصل ده بده، ويوصل مباشر بقى على الراوتر او يوصل على الروزيتا بتاعة الانترنت دي، وبالتالي حضرتك فقدت وصلة من الوصلات بتاعة الراوتر. بس الكلام ده غلط، لا، شركة وي قالت لك انا هعمل لك حاجه، الحاجه دي اسمها روزيتا. طبعا الروزيتا الموجوده قدام حضرتك دي بتيجي بالشكل ده. دي بدات انها تيجي في التعاقدات على الخطوط الارضي، بمعنى ان دي ملهاش علاقه بالنت، لا، ده انت لو تعاقدت على تليفون الارض بس هتلقى الفني جايب لك دي، ولو الفني ما جابلكش دي تعرف ان الفني اخدها لنفسه. تمام. طبعا هي مكتوبه عليها غير مخصصه للبيع، بس انت بتشتريها عادي وما بتكونش لوي، بتبقى اي نوع تاني مثلا. بس الوصله دي بصراحه عجبتني. تعالى بقى اوريك ازاي تتعامل معاها. طبعا لما بتشيل الغطا بتاعها ده بتبدا ان حضرتك ترفع التجبيز بتاعها ده او التدبيس بتاعها ده زي ما حضرتك شايفه. لو جيت تبص كده هتلقى الاسلوبات دي موجوده معاك، عددهم تعالى نعدهم مع بعض. ده 1 2 3 4 5 6. تمام. الموجودين قدام حضرتك دلوقتي 6. طبعا انا ما يفرقش معايا غير الاربعه اللي موجودين في النص. تمام. ده لو السلك بتاعك ان هو 4 مثلا، لو في 4 اطراف ما يفرقش معايا غير الاربعه اللي في النص. لو السلك بتاعك طرفين زي اللي موجود قدامي ده ما يفرقش معايا غير الاتنين اللي هما في النص، يعني من الشمال التالت والرابع. تمام. التالت والرابع مظبوطين. تمام، دول اللي يفرقوا معايا. طبعا لو جيت حضرتك انا كبرت لك بس بحيث ان الدنيا تكون واضحه معاك علشان نبقى تمام. تبدا ان انت تجيب السلكين بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وتبدا ان انت تسويهم بالشكل ده باي زراديه عندك ايا كانت بقى، وتيجي على السلكين اللي هم او السلوت او المجرى اللي هي في النص ده، وتبدا انك تدخل للاخر كده بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وتبدأ ان انت تقفل كده. كده يا باشا انت دبست الوصلة بتاعة التليفون الارضي اللي جالك من الشارع، وتقفل عليها بالشكل ده بكل شياكة كده وبكل ادب. بتبدأ ان حضرتك توصل كده، وتبدأ بقى انك توصل في الراوتر بشكل مباشر بالشكل ده، او انك توصل بالروزيتا بتاعة اللي هي الانترنت اللي هي 2 في 1 زي ما حضرتك شايف كده. وكده الوصلات بتاعتك انت ما قطعتهاش، وفي نفس الوقت انت حضرتك عملت حاجة محترمة. الحاجة دي تقدر انك تعتمد عليها. يعني مشاكل الانترنت كلها بتبقى بسبب التوصيل ده. يعني التوصيل ده ممكن يعمل معاك احسن مشاكل في الانترنت. يعني حتى شريط اللحام بيطلع عازل، العازل ده اصلا ممكن يعزل الاشاره بتاعه النت، زي ما بقول لك كده، وممكن برضو ياثر على جوده التليفون الارضي. فدي بصراحه حاجه عجبتني قوي في شركه وي. طبعا في النهايه احب اوصيك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وما تنساش لو الفيديو عجبك تشارك الفيديو مع اصحابك. وشكرا ليك على المشاهده.